إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث صحيح. ودوك واحد يقول لي قلت لنا كان النبي يصوم شعبان، كان يصومه كله معظمه أكثره. التوفيق بين الحديثين. إذا انتصف شعبان، واحد ما صامش من بداية شعبان، لما جاء النصف من شعبان قال أصوم، وأصوم ما تبقى، هذا نقول له إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ولا واحد يقول هو اسمع، قال في النصف من شعبان يغفر لجميع الخلق إلا مشرك أو مشاحن، يقول أصوم هذا النصف من شعبان، يعني ليلة تاع شعبان، هذا لا يصوم. وليلة النصف تاع شعبان هذيك لا تخص بعبادة، لا بصيام ولا بقيام ولا بالتوسعة على الأهل والأقارب، فهي ليلة هكذا عادية. الفضل فيها كما سمعت قبل قليل في الخطبة الأولى، فإن الله عز وجل يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ولهذا اللي خصص ليلة النصف من شعبان باحتفال أو بذكر أو بصلاة أو بصيام فقد خالف السنة النبوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء من هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه.